نفس الشيء. اخرجوا لكم مش مشكله، بدنا انفصال، بدنا استعاده، بس ما تقدروا تكذبوا على الناس. كنا دوله قويه، كنا دوله عظمى، كنا قدروا شوفوا بني حرنكش من ضمن البيض هذا ما دخلنا بالوحدات مشان هروب. هاربين من الفضيحه حقهم بعد سقوط الاتحاد السوفيتي. وعليكم السلام ورحمه الله، وعليكم السلام ورحمه الله عبد الرحمن سلطان. هروب من هذاك الفشل، انه كنا منقوم عليهم ذيك الايام تقريبا. الشعب كان بيحصل فرصه. حياك ربي يا ياسر احمد صادق، حياك الله. كيف؟ قال لك كنا دوله قويه، كان معنا كم 200 صاروخ سكود، يعني بعضهم مفسدين قديمات من ايام الاتحاد السوفيتي، كانوا يعطوهم مستخدم. معنا دبات من ايام الحرب العالميه الثانيه. كنا دوله انا احتل امريكا ذيك الايام، والله دوبخوا بافكارنا. طز بامريكا طز. والان كلهم قاعدين هنا بني حرنكش، بعضهم قاعدين هنا بيشتغلوا بليك ستور، مش عارف، قد قلت انا من قبل. والله كانت البروباغندا حقهم ذيك الايام، والله كنا صغار كنا نصدق. والله بكره بنحتل امريكا. واحد من اصحابنا انا الان لما اتذكر هذيك الايام كيف كنا يعني مهووس، كيف كان منضحك علينا والله. فايش قالوا؟ قالوا في قصر، بس لو بالاتحاد السوفيتي عملنا قصر لامريكا انه في بحر هنا، نروح نحتل امريكا. بس احنا نقموا اليمن الديمقراطيه الشعبيه، نروح نحتلها. والله طيب انت عندك يعني المقدره ولا تدروا؟ والله يا جماعه انه لما كنت اخرج فيديو، كنا اختي بامريكا كنا يصير عندها فيديوهات كاسيت زمان، لازم اوديه لوزاره الثقافه والسياحه مشان يتفرجوا على اسرنا ويرقصوا، يعني اسر عائليه مش لازم يفحصوه يشوفوا داخله. لو صورت معسكرات مشان لو تروح امريكا ما بده يجعلوك معسكرات. يا امريكا قد محا يعني قمار صناعي تجسس علينا، وذولا عندهم فاكر لك يقعد عندهم 5 ايام الفيديو. والله العظيم يا جماعه اقسم لكم بالله كانوا عندهم 5 ايام الفيديو يتفرجوا عليه ومش عارف، يتفرجوا على اسرنا وحريمنا. ليش؟ قد تكون صورت معسكر ولا حاجه ولا شيء، بعدين ترسلوا امريكا هناك. الله يلعنكم بضيعوا. والحين صدقوا يا صح صح مش امريكا صح. امريكا قد تتجسس علينا من فوق، هذا طبعا بالثمانينات. امريكا قد تتجسس من السبعينات من الستينات على العالم. اقسم لك بالله انضحك علينا ذيك الايام ضحك، والله العظيم يا جماعه كم طحفوا. وبعدين اجينا الشعب قد كان لهنا، بس ما حد قادر، كنا مكتومين ما حد يقدر يتكلم. اي واحد ينتقد الحزب الاشتراكي ولا لا يضيعوه. زي الان تنتقد الحراك بيضيعوك، تنتقد الحراك ولا تقول الحراك انا ضد الحراك، والله يضيعوك. يعني وده هيك ازاي؟ قلنا لكم مخلفات الشيوعيه الماركسيه لعنة الله عليكم، قلتوا لي لا والله. ف فمرت ايام عصيبه، نتمنى الخير لليمن، نتمنى والله اقسم لكم بالله اني احب بلدي، احب كل ربوع بلدي. اوكي، بلدي من صعده الى المهره، ومن عدن الى تعز، الى التهامه، الى حضرموت، الى كل هذه بلدنا اليمن. وهذول بني حرنكش مثل ما قلت لكم تشوفهم قد تكسروا خلاص. قد حياك الله التوني ابو مازن، حياك ربي، وحياك الله ابو جهاد الحميقاني. اوكي، فاي واحد شوفوا يجي ناكفكم ومشي راح تحارب الحوثه في عدن، وخصوصا لما يكتب لك قاعد بحقه البروفايل التحرير الجنوب، المقاومه الجنوبيه، هذول شوفوهم، هذول من اللي رفعوا رجولهم هذا. البطانية هذا لما انا قديك الايام البطانيات لا حد يدعوني انا بالعمل وانا كذي يقول لي الحين طلبوا ناس هذا لا شباب. في ناس نبت تذكروا كتيبة حزم سلمان، وفي ناس قتلوا، في ناس استشهدوا، في ناس اصطابوا. اوكي، بس هذا اللي قاعدوا لنا بالعزب في السعودية، هذا الصراحة شدة سكروا اطيازكم، والله اخشامكم واطيازكم سكروها خلاص، ما بيجي داعي تتكلموا، والله خلاص ذاتين. عرفنا الان من هم الرجال، هذه الحرب عرفتنا من هم الرجال.
منهم فعلا الرجال اللي هم حقها، ومنهم اللي قعدوا بالعزب وما راحوا لبو هذا ولا لا. نعود لموضوعنا، هو ايش المشكله بيني وبين حراكيش؟ اولا قلت لكم انه قالوا نحن الشمنيين. انا اعتقد اللي صاحب المشروع هذا او المقترح نحن الشمنيين، اعتقد انه واحد هندي ولا ماليزي زي حركوش ايران البيض. حركوش ايران البيض شكله ماليزي. شفتوا عياله؟ شفتوا شعوره؟ مش عارف، هذول مش يمنيين، هذول ماليزيين ولا باعهم اثيوبيين. اعتقد هم صاحب الفكره، هذا مثيل صراحه والله. هذول شوفوا هم اصحاب الفكره نحن اليمنيين. يا من صاحب الفكره نحن اليمنيين؟ واي ليش تخربوا على انفسكم يا ابني حرنكش؟ ليش؟ حياك الله يا امير الابيض، حياك الله. عبد القادر الحميقاني، النمر الحميقاني، حياكم الله اصحاب البيضه، حياكم الله وبقاكم. كيف؟ يعني بدك مثل ما قلت انا، يعني بدك تستقل، مش مشكله، كل واحد من حقه يعني، بس بطرق راقيه. اوكي، مش تتنكر لاصلك انا مش يمني وحرضتوا الشباب هذول القرابيع الان يجي لك واحد 14 سنه انا مش يمني، الشماليين سرقوا حقنا الاراضي. لا يا جماعه، ضحكتوا على الناس. انتوا اكبر لصوص يا اصحابنا في اقليم عدن. هذه الحضارم لا باس، انتوا اكبر لصوص.